الاسبوع الخامس خلص وبرضه خسيت حبه حلوين قوي وكله تمام، بس في كام حاجه كده عايزه اقولها لكم. اولا احنا كنا عاملين دايت اللي هو الكارب سايكلينج، فكرته كلها ان انا باخد يوم عالي كربوهيدرات لو انا بتمرن، والايام اللي مش بتمرن فيها وقاعد باخد ايام الكربوهيدرات فيها واطيه. وده كان عاملينه الناس الرياضيين وبتوع كمال الاجسام عشان قبل البطولات والكلام ده هم بيبقى عندهم دورات تنشيف وتضخيم وحاجات كده. احنا بتوع الدايت نسكت ابدا، اخدناه منهم وقلنا طالما هم بيخسوا وبيتخانوا عليه وبيعملوا عضل، لا احنا ناخده منهم ونظبطه كده ونخليه على مقاسنا. فتمام، هو دايت متجرب ومعروف وقديم، والدايت ده بيتعمل بكذا طريقه، عشان انا ممكن مثلا يوم اخد كربوهيدرات عاليه ويوم واطي، يوم عالي ويومين واطي، على حسب جدول تمريني اللي انا حاطه وعلى حسب الاسبوع كله هيمشي ازاي. بس لازم ابقى داخل بخطه كده مفهومه ومعروفه، مش بوينج وزي ما تيجي تيجي يعني. المهم عملت الدايت طبعا لاخره، ملتزمه جدا وما بنزلش انا الجيم. كنت الفتره اللي فاتت نزلت الاسبوع ده الجيم كتير جدا، نزلت بتاع 3 مرات كل الايام اللي فيها كارب عالي نزلت، عشان هو الدايت كده وانا بعمل حاجه كما قال الكتاب. يعني حصلت كام حاجه كده في جسمي استوقفتني جدا يا جماعه الاسبوع ده، وهتلاقوني حتى كتير كنت بتكلم عنها في الديلي ابديتس اللي بنزلها على التيك توك. انا مش عارفه اكل، انا شبعانه بشكل غريب كده ومش مبرر اصلا. عايزه اقول لكم في اليوم اللي انا نزلت هناك هوت اي ايت ان كنت واكله طبق البيض بالفول بعد التمرين، وكنت واخده معاه حته عيش. صدقوني انا قعدت اليوم ده بضغط على نفسي بقيه اليوم كله عشان اعرف اكل حاجه تانية، بس ده طبعا ما ينفعش. هي ممكن حاجه تيجي على مزاج ناس ان انا خلاص انا بعمل دايت، لا مش هاكل اليوم ده، بس هو اصلا كان مقصود ان هو يبقى يوم الكربوهيدرات فيه عالي. انا نازله تمرين والمفروض هاكل كويس بعدها عشان ادي فرصه لجسمي ان هو يتعافى بسرعه، ان انا اقدر ابني ماسلز اكتر لو واكله بروتين كويس. بس طبعا الناس الدايتويه القدام اللي زيي فاهمين ان ده هيدخلنا في حاجه اسمها ميتابوليك ادابتيشن، ودي مش حاجه حلوه. وهي بكل بساطه انت مدخل كالوريز قليله 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 للجسم، الجسم حاضر هيوطي النار، هيقلل الحرق، هيقلل الميتابوليزم، وهيقعد يحرق كالوريز قليله قليله قليله. دي حاجه ربنا خلقها فينا، عشان زمان كده ايام المجاعه كان بيقعدوا فترات طويله جدا ما عندهمش اكل. طبعا دلوقتي للاسف دي حاجه احنا مش محتاجينها انيمور، يعني الاكل على قفا من يشيل يا ولاد. فطبعا ان انا بقلل اكلي قوي وبقعد باليومين والثلاثه مش عارفه اكل، ده هيخلي جسمي يقلل قوي الكميه اللي هو بيحرقها في العادي، اللي هو وانا قاعده كده بحرقها هبقى بحرق اقل قوي. واي حد بيعمل دايت من زمان فاهم الموضوع ده، وفاهم ان هو ممكن يدخل في ثبات في الوزن فظيع وملوش اي لازمه. الظريف ان احنا نعرف نتصرف، وفي حاجات بنعملها عشان ما ندخلش في الميتابوليك ادابتيشن ده، زي ان احنا ننزل الجيم ونعمل رياضه فنعلي قوي معدل الميتابوليزم، زي ان احنا ناكل اكتر من وجبه على مدار اليوم عشان الاكل نفسه بيعلي لك معدل الحرق، زي ان احنا كل فتره والتانيه ناخد تشيت ميلز وتشيت دايز عشان الجسم ما يحسش ان انا ما فيش اكل حواليا، لا انا في اكل وكله تمام. بس برضو انا كنت مستغربه قوي من كميه الشبع اللي انا فيه، عشان مش طبيعي ابدا ان انا ابقى بنزل التمرين كده. ده الواحد بيبقى عارف الايام اللي بينزل فيها الجيم بيبقى عامل زي الجرار بياكل الابيض واليابس، الاخضر واليابس. المهم انا كنت موستلي ماشيه بفورس فيد ماي سيلف، بجد قاعده بتحايل على نفسي كده، يلا حبيبتي يعني كلي الطبق ده، يلا يا ماما معلش كلي حته الساندوتش دي. طبعا هو احساس حلو كده ان انا احس ان انا قاعده بتحايل على نفسي ان انا اكل، فبس برضو مش للدرجه دي، هو يا كده يا كده. فعشان كده قررت بقى الاسبوع الجاي ان انا اهدى كده، عشان انا مش ناويه ادخل في ثبات وزن، ومش انا بدعي ان انا فاهمه قوي في الدايت وفاهمه قوي الجسم بيتعامل ازاي مع الاكل. فانا حاسه ان ده احسن اختبار ليا عشان put my knowledge to the test. انا قررت ان انا هعمل كام يوم كده اللي هم هيبداوا من النهارده يوم الاثنين، هعمل كام يوم كده الكربوهيدرات عاليه، هقلل الفاتس شويه عشان اوازن برضو، وهاخد شيت ميلز عادي جدا النهارده، بس عشان ما ادخلش في ثبات وزن وما ادخلش في ميتابوليك ادابتيشن، وعشان على اللونج ران اعرف احقق هدفي باسرع وقت ممكن. انا مش ناويه اعمل دايت قاسي ومش ناويه اخس قوي الاسبوع ده، انا عايزه اثبت او اخس حاجه بسيطه. انا حاسه الثيوري موجوده والعلم موجود، فتعالوا نختبره بقى يا اولاد. لو لسه معايا في الفيديو سبسكرايب ولايك وشير بقى وكل الحاجات الحلوه بتاعتكم. بس حقيقي الكارب سايكلينج بجد من احسن الدايتات اللي عدت عليا في كميه الاكل اللي باكلها، انواع الاكل اللي باكلها، ان مفيش احساس بالحرمان عامه. بس ده برضو مش معناه ان انا كنت باكل عيش ورز ومحشي ومكرونه، لا انا طالعه من اسبوعين الكيتو مقرره
الكيتو لو عمل اي حاجه حلوه في حياته هو ان انا عودني ان انا الكلام ده قطعته من حياتي تماما، فاكيد مش هرجع للكلام ده في الاسبوع اللي بعديه، لان دي من احد الاسباب اللي بتخلي الناس بعد ما يخلصوا كيتو يتخانقوا ان هم بيرجعوا تاني لكل العادات السيئه. انا اليومين الوحيدين اللي كلت فيهم عيش في الاسبوع اللي فات كان عيش بلدي برده وكلت ربع رغيف. بقيه الايام كنت عشان اعلي الكاربس كنت باكل حاجات زي فول، عدس، حاجات كده. وجبتي الشهيره بعد التمرين طبق الفول بالبيض ده كان خطير يعني. بس ارجع واقول ان انا مش متخيله ان انا بضغط على نفسي عشان اكل، بجد بسطاني وجاي على مزاجي، وبسطاني من الدايت نفسه عشان انا حاسه ان انا مش محرومه من اي حاجه، واتفر اللي انا عايزاه بعرف اكله وعارفه هاكله امتى وعارفه مش هاكله امتى. اللي هو خلاص يعني لو نفسي في ساندوتش مش لازم اكله في اليوم اللو كارب، بكره هاخد يوم هاي كارب واكله عادي جدا. ليفل الانرجي عندي فظيعه، انا بعرف كده من شغل البيت. اول ما الاقي البيت كركب، الغسيل مش مغسول، التطبيق عايز يتطبق، اعرف ان انا ليفل الانرجي بتاعي في الارض وانا راكنه على الكنبه ماسكه الموبايل بعمل عليه اي حاجه. لكن لما ابقى قاعده كده زي النحله بمشي في البيت وانضف ده واوضب ده واعمل ده، ببقى فاهمه ان انا ليفل الانرجي عندي خرافي والدايت ده ابن حلال. تركيز ومنتل كلاريتي حلوه جدا، ما بيجيليش خمول بعد الاكل. بس انا برضو باكل اكل صحي قوي في يوم لو كارب او هاي كارب او وات ايفر. انا باكل حته البروتين معاها خضار معاها سلطه، الفطار يا فول بالبيض يا بيض بس. فيعني حقيقي it was a clean week. طيب يا جماعه يلا عشان ما نطولش الفيديو قوي تعالوا نقول خسينا قد ايه. بصوا احط لكم الميزان هنا كده زي ما بعمل في الحته دي، ويا جماعه ده ميزان الاسبوع ده. يعني كده خسينا اكتر من كيلو، يعني انا لو فضلت مكمله على الريت ده هوصل للتارجت ان نو تايم ان شاء الله. فيلا بقى كل اللي لسه ما تشجعش وبيتفرج على الفيديوهات، يلا احنا مع بعض دلوقتي، مش بكره، مش الاسبوع الجاي، مش يوم السبت، مش يوم الجمعه، مش اول الشهر، مش على دخول المدارس، دلوقتي النهارده تشوف كده انت انهي دايت اللي عجبك وداخل دماغك ويلا احنا مع بعضينا. تخيلوا كده يا جماعه احنا لو التزمنا الكام شهر اللي فاضلين في السنه، تخيلوا هنبدأ السنة الجديدة على ايه، وكل واحد يعمل اللي يقدر عليه. لو غيرت حاجة واحدة بس في نظام نومك او اكلك او شربك، تخيل التشينج الصغير ده يوم في اسبوع في شهر تاني هيبقى جسمك عامل ازاي، وهتبقى دي احسن حاجة عملناها لنفسنا على السنة الجديدة ان شاء الله. فيلا نبدأ ويلا احنا مع بعض. وقولوا لي في الكومنتس مين بدأ ومين لسه مكسل ومين مستني حاجة تحصل عشان يبدأ. ولو حاجة عجبتكم او فادتكم بليز لايك الفيديو وخلونا نتكلم اكتر في الكومنتس ونكبر الكوميونتي بتاعنا. وبس كده، سلام.